يا مساء السعادة والأسعار الزيادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللولو، وجايه لكم النهارده اقول لكم حاجة. في كل بلد بيكون فيها سوق، السوق ده بيكون في يوم معين. يعني ايه سوق؟ يعني يوم بيكون مخصصينه كده ان هم يعملوا فيه أكلة حرشة. مش اجباري طبعا، لا، بس ايه، زي عادات وتقاليد كده. وعندنا في الصعيد اسيوط بالتحديد بنعمل حاجة زي الطواجن كده، وبنعمل تقلية صعيدي. لو هتعملوا لحمة، معظم البيوت بتكون عاملة التقلية الصعيدي وجنبها الرقاق. فأنا النهاردة هعمل بصراحة بطاطس، طبيخ بطاطس أحمر بالتومية. وهعمل برام بامية صغيرة كده، هي البامية الزيرو اللي هي الصغنونة دي. هعملها برام صغير. وكمان هعمل بالمناسبة البرام اللي هو موجود ده أول استخدام ليه بعد طاجن الفريك طبعا. معايا بقى جهزت كل حاجة، حاطة مية على النار هسلق فيها الفراخ. ده البوكيه جرنيه، بصل وطماطم وجزر. لا، مفيش جزر، فلفل. واي خضار عندك هتقطعيه مكعبات وترميه في المية. هنا حطيت مكعبين من اللية كانت موجودة عندي. وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي مغسولة كويس جدا. وانا بغسلها بايه؟ بغسلها بحطها في محلول النقع بتاعي، عبارة عن اللتر مية وعليه ربع كوباية سكر، ربع كوباية خل، وربع كوباية ملح، وشريحتين ليمون وقطعة جنزبيل. تمام، لو مش موجود عندك الجنزبيل خلاص. جيت بقى هنا بشوح التومة بتاعتي، حطيت المادة الدهنية بتاعتي ونزلت بالثوم المفروم. الثوم المفروم ده مفروم مع فلفل شطة حامي. وحطيت التوابل بتاعتي فلفل اسمر وكزبرة، مش اكتر من كده. وسيكة صغيرة من جوز الطيب. هديها تشويحة وننزل بعصير الطماطم بتاعنا اللي انا عصراه ومظبطاه. تمام. نصيحة مني، بعد ما تعصري عصير الطماطم صفيه بالمصفى علشان تحوشي منه القشور. بتفرق جدا جدا في الطعم. اتمنى تجربوها. وعايزه اقول لكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب ليوميات حنان. هنا بقى كنت خلصت خلاص التوميه، وقطعت الباميه وظبطتها، قمعتها وحطيتهم في الطاجة، وحطيت عليهم فلفل شطة. وحطيت قرن فلفل كده أحمر. جهزت التومية بتاعتي، هاخد بقى كبشتين كده 3 أحطهم على البرام، والبرام ده يدخل الفرن. عايزة أقول لكم إن أنا مصورة البرام ده وهو قبل ما يدخل الفرن. حتى لآخر الفيديو ما كانش في الفرن خالص، ما دخلش الفرن. بس أنا حطيته كده عشان هصوره، لأن أنا ما كنتش هاكله في الوقت ده. أنا كنت مجهزة الطاجن ده لبابا وهو جاي من السفر، وهو اتأخر شوية. فأنا ما دخلتوش الفرن، فكنت حابة إن هو ياكله طازة سخن. فأنا حطيته كده بصوره أهو. هو مش ما دخلش الفرن خالص. تمام. هنسيب بقى البرام ده على جنب كده، هيكون قاعد إن هو يدخل الفرن بس ويستوي وزي الفل. هنبدأ بقى نعمل إيه؟ معايا طبيخ البطاطس، مكعبات بطاطس مقطعاها، مقطعة بطاطس تحمير أو بطاطس طبيخ مقشراها كويس جدا ومقطعاها. والصلصة بتاعتها كده جهزت. هنزل بقى بالبطاطس. تمام. ونصيحة مني، البطاطس ما تخرجهاش بره المية علشان ما تسمرش منكم. البطاطس بقطعها كبيرة ليه؟ بحبها كده. عايزة اقولك بقى، هنا بفكرك ان انت تعملي لي لايك، ويا ريت تعليق محفز منك لو الفيديو عجبك. لو ما عجبكيش عادي اقلبه وامشي الفيديو اللي بعده. هنا كانت الفراخ بتاعتي استوت. انا بحمرها ازاي؟ بجيب حبة توم مفروم مع شطة والمادة الدهنية بتاعتي وبشوحها فيها. دي بصراحة بتبقى طعمها حلو جدا جدا. فطريقة حلوة، اتمنى تعجبكم وتجربوها. خلاص هنحمر الفراخ بتاعتنا ونبدأ للمرحلة التانية. هي ايه المرحلة التانية؟ هنعمل رز بشعرية. رز بشعرية عادي جدا. بعد ما بتخلصي الرز، لو هتعمليه بسمنة نباتي، هتعمليه بزيت ذرة، براحتك. بس بتيجي التركة بتاعتك الحلوة، تيجي في الاخر بعد ما تخلصي الرز بتحطي معلقة سمنة من فوق كده على الغطا، سمنة بلدي، وبتقفلي الغطا جامد. بس بتفرق جدا جدا في الطعم والريحة طبعا. الفراخ بتاعتي هنا كانت اتحمرت، وانا في الوقت ده كنت مخلصة الرز كان جنبها على البوتاجاز. وهنبدأ بقى نغرف الاكل اللي احنا خلصناه النهاردة. دي بقى طبعا التوم، بعد ما حشت الفراخ بتاعتي طلعتها، نزلت بحبة الشوربة اللي انا هعمل فيهم البامية اللي انتوا بتقولوا عليها الويكة. عندنا في الصعيد اسمها بامية بشوربة، مش بنفرمها ولا نهرسها زي الويكة عندكم في القاهرة. تمام. جبت بقى السرفيس بتاعي وغرفت الرز بتاعنا، وهحط عليه الفراخ. وطاجن البرام زي ما قلت لكم، اللي هو
البراني، للعلم أنا أول مرة أعرف إن طاجن البامية اسمه براني، تمام، الاسم ده أول مرة إن أنا أعرفه، لكن أنا أعرف البرام اللي هو الطاجن الفخار اسمه برام. فدي كانت معلومة بصراحة أول مرة أعرفها، شكرا للي عرفتهاني. يلا بقى نبدأ نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص غرفنا وحطينا كل حاجة على السفرة وهنبدأ بقى ناكل. طبعا مش هتاكلي في البولات الكبيرة دي، لأ، هتجيبي أطباق صغيرة وهتغرفي فيها عادي. بس أنا ليه بغرف في الأطباق الكبيرة دي؟ علشان احنا أفراد كتيرة، فباخد السرافيس دي أو البولات دي كبيرة وبحطها على السفرة وبتحطي جنبها الطباق الصغيرة. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير وتعليق حلو لحنان اللول، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.